كام نقطة كده على السريع ونشوف الدنيا ماشية ازاي. النهاردة طالع أخبار كتير مفبركة، أخبار غير صحيحة. هل هو فعلا الزمالك بيتعاقد أو بيتفاوض مع محمد شريف؟ أنت شايف إن محمد شريف يفرق حاجة عن مهاجمين نادي الزمالك؟ طب هل إحنا كنادي الزمالك محتاجين مهاجمين أكتر؟ ولا إحنا محتاجين جناحات أكتر؟ أنت ما عندكش ولا جناح، ولا جناح بيلعب عندك، ولا عندك جناح يمين ولا عندك جناح شمال. انا لو انت هتسمي مصطفى شلبي ده جناح، فمصطفى شلبي مش جناح. محدش يضحك عليك ويقول لك انه جناح. مصطفى شلبي لعيب في الفرقه، انما هو مش جناح. والله لو عملت مليون اسيست وكسبنا بيهم ما هصدق انك جناح بقى. تاني حاجه، انت يعني لما تيجي تتعاقد مع لاعب لازم اللاعب ده يكون احسن من اللعيبه اللي عندك بمراحل. انما انت لو الاخبار دي حقيقيه ان الزمالك بيتفاوض مع محمد شريف، فاتمنى ان ده ما يحصلش. محمد شريف زيه زي ناصر منسي، يعني مش هيقدم حاجه غير اللي بيقدمها ناصر منسي. روح يا حبيبي اتعاقد مع جناح. عايزين بدل الجناح 4. انت حرفيا ما عندكش ولا جناح. لو انت مستني حاجه من الشاب الصغير اللي اسمه احمد الجفالي ده، لا ده لسه قدامه فتره كبيره عقبال ما يلعب ويرجع يقدم مستوى طيب. انما احنا اتمنى يتعاقدوا مع في كل مركز على الاقل يتعاقد مع 3 اجنحه. مش يعني جناح مين فيهم على الاقل يكون بيلعب يمين وشمال، وجناح يمين وجناح شمال. اتمنى ان انت شايف دلوقتي الاهلي بيتفاوض مع مين؟ مع مصطفى محمد. ان شريف ده سوبر ستار كان رجعه، انما هو بيتعاقد مع لعيب سوبر ستار زي مصطفى محمد. ما تخليش انت طموحك بقى ان انت رايح تتعاقد مع لعيبه اقل.